السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم من تاني، المرة دي من قلب عيادة الخصوص فيت اند سليم كلينيك. بنقابل الحالة الجميلة أستاذة فردوس، هناخد رأيها كده عن المكان وناخد ريفيو كده بخصوص كل اللي حصل معاها من ساعة ما دخلت العيادة لحد هذه اللحظة. هتقول لنا ايه اللي حصل معاها في البرامج الغذائية، مدى استجابتها للبرامج، مدى تأثير البرامج عليها، مدى تأثير النتائج عليها، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك والله أنا كنت جاية 94 بقالي شهر ونص. انقطعت مرة بس الحمد لله ماشية على النظام بتاع حضرتك. النظام ما تعبنيش. النظام يعني بيجبرك ان انت تمشي على نمط معين، تحديد في الاكلات في الحاجة، انما ما اجهدنيش ما تعبنيش، ما عمليش بهتان في الوش ولا حاجة الحمد لله. كل اللي يشوفني يقول لي لا جسمك خس انما وشك طبيعي. ما حسيتش بتعب قوي في الدايت الحمد لله. لا بالعكس انا نزلت عليه. مكملة معانا لسه؟ ان شاء الله مكمله جلسات، هبدا لسه بقى اعمل جلسات وبادئه في الدايت الحمد لله ممتاز. هتعملي جلسات ليه يا استاذة؟ لمنطقه البطن. منطقة البطن. هتعمليها عشان تغيري المقاسات؟ بس اغير بس مقاسات في منطقه البطن، انما كنمط رجيم او خسسان لا انا نزلت كتير. حتى الموضوع صعب يا فردوس؟ لا هو مش صعب، بس يعني اللي عايز ياخده بسهوله بيبقى معاه حلو، انما اللي بيصعب الحاجه على نفسه هي اللي بتبقى صعبه. طب لو حبينا نقول رساله لكل الناس، وجهي رساله تقول لهم ايه الرساله دي؟ اقول لهم لا، الدنيا احلى، الحياه حلوه، لازم تعيشوها بخفه برشاقه اكتر، مش بملل، مش بروتين يومي تقل زي ما هو. لا، في حاجات حلوه كتير، والدايت مش حرمان. الدايت مش حرمان. انا عامه والله مش عشان حضرتك او عشان الانترفيو، لا انا باكل كل حاجه، بس انا حضرتك قلت لي كل كميات، اللي بدل ما بتاكلي رغيف كلي نصه، بدل ما بتاكلي طبق الرز كلي نصه. انا دلوقتي لغايه دلوقتي انا الحمد لله قلت في النسب كتير. وزي ما شفنا كده استاذه فردوس، هي ما ضغطتش على نفسها ولا حرمت نفسها من حاجه، بالعكس هي بدات تنظم الاكل والشرب وتاخد الكميات المتاحه ليها من جميع الاصناف بدون حرمان وبدون رياضه وبدون اي ضغط ولا اي حاجه. وجهت رساله لكل الناس تقول لهم ابداوا الدايت في اسرع وقت علشان تبداوا رحله نزول الوزن، توصلوا للرشاقه والخفيه في الحركه وكل حاجه. شكرا.